السلام عليكم. لاحظت في هذه الأيام مع انتشار الواسع والكبير لنزلات البرد والزكام الحاد والكحة وإلى غير ذلك، لاحظت خطأين في التعامل مع هذه نزلة البرد. الخطأ الأول، الناس تروح للصيدليات تشتري المحاليل أو المضادات السعال. يا ناس افهموا، مضادات السعال هذه فيها انواع. كاين مضاد السعال الجاف، وكاين مضاد السعال الرطب، وكاين. الان لما الانسان يروح يقول للبائع تاع الصيدلي اعطيني مضاد سعال، تخيلوا انه الشخص هذا عنده سعال رطب، بمعنى انه القفص، مش القفص الصدري، الرئتين القصبات الهوائية مملوءة بالإفرازات، مملوءة. لما أنت تشري محلول مضاد ولا مشروب مضاد للسعال، معناتها أنت ربي سبحانه حط لك آلية باه تخرج ذلك البلغم وذلك الإفرازات اللي تحتوي على يعني كما حنقولوها احنا الفضلات تاع المعارك اللي تبقى ما بين الكريات البيضاء المناعيه وبين البقايا تاع الجراثيم والميكروبات والفيروسات، باه تخرجهم. ربي سبحانه حط لك آلية باه تخرجهم بالكحة. تروح انت تشرب محلول مضاد للسعال، تبلوكيهم وتخليهم للداخل، تزيد تعفنها. هذه واحد. وكاين مشروب للسعال اللي يخرج لك البلغم. كاين ناس عندهم بلغم الداخل يبقى ملتصق بالقصبات الهوائيه والجدار الداخلي، ما يقدروش يخرجوا. هذاك يشربوه الناس باه يقدروا يخرجوا. نروحوا هنا الله يبارك، خاصه الناس اللي عندهم رؤوس مربعه ومثلثه، تروح تشري مضادات السعال يزيد الطينه بله. هذا الخطا الاول. الخطا الثاني اللي هو يشرو انتشرت في وقت فيروس الكورونا، كانت الناس تروح تشتري دواء الزيتروماكس، زيتروميسين، وهو مضاد حيوي من نوع من عائلة الماكروليد، على أساس أنه هو العلاج السحري للفيروسات. أو أكم مخطئين، هذا أكبر خطأ. الناس تستعمل فيه مثل الحلوى. يروح يشري زيتروماكس، الدواء هذا مضاد الحيوي هذا، ويشربوا، تزيد اموره تتعقد اكثر فاكثر. افهموا، زيتروماكس هذا مضاد حيوي ما يمدهولكش الا الطبيب، الا في الحالات اللي تتطلب الشيء هذا. ولا كان حاط في بالك باللي الاصابات الفيروسيه يقضي عليها زيتروماكس، راك غلط. راك تزيد تهلك روحك وتهلك حتى الناس اللي تنصحهم بهذا الدواء. هذا الدواءين ما تزيدوش تشريوهم من الصيدليات بدون استشارة الطبيب، لأنه راح يعقد لك الأمور أكثر فأكثر. السلام عليكم.